Sen på samma sätt som Arvid berättade, så när man är 13 år. غادي نغوصوا في اعترافات ديال حكم سويدي على واحد من أكثر النهائيات اللي دارت جدل، نهائي كأس العرب اللي ربح فيه المغرب. وهذه شهادة من قلب العاصفة التحكيمية، ماشي غير تحليل من برا. تماما. والمهمة ديالنا اليوم ماشي هي نعاودوا الماتش لقطة بلقطة، ولكن هي نحلوا نفسية الحكم، داك الضغط اللي كيتعرض ليه. والعلاقة المعقدة بين القرار ديالو كإنسان وتكنولوجيا الفار. أكيد. غادي نشوفوا من خلال كلامه كيفاش قرار واحد كيتخالط فيه الإحساس، القانون والضغط اللي جاي من غرفة الفيديو. هذه فرصة نفهموا شنو بصح كيوقع في دوك الدقائق الحاسمة. يلا هنبداو نفكوا هذه القضية. اللقطة الأولى اللي هضر عليها الحكم واللي شعلات العافية ضربة الجزاء ديال الأردن. هي هذيك. الحكم كيعترف أنه في الأول من بلاصتو في التيران بانت ليه اللقطة عادية تماما. هو كان قريب وشاف أن يد المدافع المغربي كانت في وضعية طبيعية، زعما حركة غريزية. كيحمي وجهه من واحد تسديدة قوية ومفاجئة، ما كانش عنده النية يلعب الكرة بيده. وهاد شي مهم بزاف. الإحساس ديالو الأولي كحكم ديال الساحة عنده خبرة كان واضح، ماشي ضربة جزاء. إذن إلا كان الأمر واضح لهاد الدرجة بالنسبة ليه، شنو اللي تبدل؟ هنا في مدخلات القصة ديال الفار. بعد لحظات قليلة جاه اتصال من غرفة الفيديو، قالوا ليه أجي تشوف كاين احتمال ديال ضربة جزاء. وهنا فين كاين المفتاح ياك في ذاك الاحتمال. بالضبط. ملي مشى للشاشة هو ما كانش كيشوف غير الإعادة، كان كيعيش واحد الضغط نفسي كبير. وكيفاش؟ حكام الفيديو حسب الشهادة ديالو ضغطوا عليه بواحد الفكرة، بواحد التفسير. قالوا ليه أن مجرد ملامسة الكرة لليد كافية لإعلان ضربة جزاء. وخا هاد التفسير ماشي دقيق 100% مع روح القانون. تماماً. هاد التفسير تفرض عليه بقوة التكنولوجيا، القراسو بين المطرقة والسندان. يا إما يتبع الإحساس ديالو ويخالف الفريق ديالو في الفار، يا إما يتبع التوصية ديالهم وخا هو ما مقتنعش بها. وفي الأخر اختار يتبعهم. ولكن الشجاعة الحقيقية جات من بعد. بالصح. هو اليوم كيعترف بكل صراحة أن ذاك القرار كان غلط. كيقول ملي رجعت شفت اللقطة بهدوء تأكدت أن قراري الأولي كان هو الصحيح. وكيتحمل المسؤولية كاملة وكيعتذر عليه. وهذا الاعتذار كيبين لنا أن الفار ماشي مجرد أداة، طريقة الاستعمال ديالها والتواصل بين الحكام كلها عوامل كتقدر تبدل نتيجة ماتش. يعني في هذه الحالة نقدر نقولوا التكنولوجيا ما صحتش خطأ، بل هي اللي فرضاته. ممكن نقولوها فرضات واحد الخطأ اللي ما كانش، ولكن هذه ماشي القصة الكاملة ديال الفار في هذا الماتش. لا، حيت في اللحظة الحاسمة اللي جات من بعد هاد التكنولوجيا نفسها غادي تلعب دور البطل. بالضبط. هذه هي الطبيعة المزدوجة ديال هذا النظام. يلا جينا نشوفوا لقطة بهدف ديال عبد الرزاق حمد الله اللي تلغى. فالأول بداعي التسلل. آه. الحكم المساعد رفع الراية والحكم الرئيسي بشكل بروتوكولي تبعه والغى الهدف. هذه هي خدمته. وفي هذه اللحظة من وجهة نظر المنتخب والجمهور كان ظلم واضح. كان غادي يكون ظلم تاريخي لولا تدخل الفار. هنا المهمة ديال غرفة الفيديو كانت مختلفة. كيفاش مختلفة؟ ما كانش فيها مجال للتفسير أو النقاش أو الضغط. السؤال كان واحد ومباشر: واش حمد الله كان متسلل ولا لا؟ سؤال موضوعي عنده جواب واحد، ماشي بحال لمسة اليد اللي كتبقى خاضعة للتقدير. بالضبط. التسلل خصوصاً مع تكنولوجيا الخطوط هو علم دقيق. الحكم كيقول أنهم اللي طلبوا منه يراجع اللقطة. من أول صورة بانت ليه في الشاشة حس أن القرار الأول كان غلط. دغيا. باستعمال الخطوط الافتراضية تأكد بشكل قاطع أن حمد الله كان مغطي من طرف آخر مدافع، ما كانش حتى مليمتر ديال الشك. إذن هنا الفار خدم خدمته المثالية، ما كانش رأي آخر، كان دليل قاطع. هذه هي الحالة اللي تسمت على قبلها تقنية الفيديو، تصحيح خطأ واضح ومؤثر. والحكم كيأكد أن احتساب هدف كان إنصاف للمغرب وحق مشروع ماشي شي هدية. هاد اللقطة كتوضح القوة الحقيقية ديال VAR ملي كيتستعمل بشكل صحيح. هذا التناقض بين الحالتين عجيب. فالحالة الأولى الVAR كان مصدر للارتباك والضغط، وفي الحالة الثانية كان مصدر للوضوح والعدالة. ممكن نشوفوها بهذه الطريقة. عندنا VAR تقديري اللي كيتدخل في اللمسات ديال اليد والأخطاء، وكيبقى فيه التفسير هو الأساس. وهذا الشيء كيفتح الباب للجدل.
وعندنا VAR موضوعي ديال التسلل، واش الكرة دازت خط المرمى، اللي كيعطيه حقائق علمية. هاد النهائي كان مصرح لهاد الازدواجية بشكل واضح بزاف. ولكن القصة ما سالتش هنا، باقي فصل ثالث ويمكن هو الأكثر درامية والأكثر ألماً بالنسبة للحكم. للأسف كنتكلموا دابا على اللقطة اللي الحكم ندم عليها أكثر من أي قرار آخر. واللي جات في وقت حساس جداً، الوقت الإضافي. الضغط في القمة ديالو، العيا باين على كل شيء، لاعبين وحكم. وهنا عبد الرزاق حمد الله تعرض لعرقلة واضحة وضوح الشمس داخل منطقة الجزاء. الحكم في الشهادة ديالو كيعترف أن الظروف ما كانتش في صالحه، زاوية الرؤية ديالو ما كانتش مثالية. والإرهاق ديال الدقيقة 105 كيلعب دور كبير. من بلاصتو بانت ليه العرقلة عادية وما تستاهلش ضربة الجزاء. وخلى اللاعب يكمل. الخطأ البشري وارد ياك، ولكن الكارثة الحقيقية ماشي هنا. لا، الكارثة الحقيقية هي الصمت المطبق من غرفة الفار. بحال إلا تقطعت الشبكة ديال الأمان. تماما، الشبكة اللي تصايبات باش تصلح بحال هاد الأخطاء ما خدماتش. الحكم كان كيتسنى اتصال، إشارة، أي حاجة، ولكن والو. وهذه هي النقطة اللي ما مفهوماش، كيفاش لقطة بهذا الوضوح وبهذا الأهمية في نهائي في وقت الإضافي دازت على 4 ولا 5 ديال الحكام جالسين قدام الشاشات كيعاودوها من كل الزوايا. هادشي كيفوت مجرد خطأ تقديري، وهادشي هو اللي خلى الحكم يتور من بعد الماتش. بصح كيقول أنه دخل عليهم الغرفة الفيديو وواجههم مباشرة. علاش ما عيطتوش ليا؟ كانت ضربة جزاء واضحة. يا سلام. هاد اللقطة كتبين لنا أن أكبر خطر على منظومة الفار ماشي هو الخلاف في التفسير، ولكن هو الفشل في التواصل. اللحظة اللي كينقطع فيها الخيط بين حكم الساحة والغرفة، المنظومة كلها كتنهار. إذن ماشي غير الحكم اللي أخطأ، بل المنظومة كلها فشلت فشلا ذريعا. هادشي كيعطي للخطأ واحد البعد آخر، بعد نظامي ماشي غير فردي. وهاد الحادثة كيف ما كيقولوا هو علمته درس قاسي. التحكيم اليوم عمل جماعي، النجاح جماعي والفشل جماعي. يعني ملي ما تحسبش ديك ضربة الجزاء ما كانش بوحدو اللي غلط. بل الفريق التحكيمي كله هو اللي خذل العدالة في ديك اللحظة. وكيقول أن الندم ديالو ماشي غير حيت ضيع على المغرب ضربة جزاء، ولكن حيت ما تعطاتوش حتى الفرصة باش يراجع ويصلح الخطأ ديالو. تحرم من شبكة الأمان ديالو. بالضبط. إذن ملي كنجمعوا هاد الخيوط كلها، أشنو هي الصورة اللي كتبان لنا؟ عندنا تكنولوجيا فرضت خطأ، وتكنولوجيا صححت خطأ، ومنظومة تكنولوجية وبشرية اللي فشلت بشكل كامل في لحظة حاسمة. الصورة هي أننا أمام نظام معقد وهش، والجوهر اللي كيخرج به الحكم من هذه التجربة كلها هو واحد النقطة أخلاقية مهمة بزاف، اللي هي أن فوز المغرب باللقب ما كيمسحش الأخطاء التحكيمية. وهذه نقطة قوية، حيت بزاف الناس غادي يقولوا صافي المغرب ربح، علاش نجبدوا هاد الشيء؟ ولكن هو عنده نظرة مختلفة، نظرة ديال رجل قانون. بالنسبة ليه العدالة التحكيمية ما كتقاسش بالنتيجة النهائية، بل بصحة القرارات في اللحظة ديالها. الواجب ديالو هو يكون عادل في كل دقيقة، بغض النظر على شكون غادي يهز الكأس في الآخر. وهو كيقولها بصراحة وجرأة كبيرة: لو أن المنتخب المغربي خسر هذا النهائي لكنت اليوم أتحمل مسؤولية تلك الخسارة. هذه الجملة بوحدها كتختصر كل شيء، كتحس بالثقل ديال المسؤولية اللي على كتاف هاد الناس. أكيد، الاعتراف بالخطأ سهل ملي ما تكونش عنده عواقب،